شخصيات أسطورية ظهرت في أفلام مصرية كانت تستحق بصراحة إنها تتعمل في فيلم لوحدها وتكون من بطولة هذه الشخصية. رقم واحد بالنسبة لي يا جماعة أكيد شخصية باسم سمرة في فيلم ولاد رزق اتنين، ألا وهو عباس الجن. عباس الجن ده تقديمة الشخصية يا جماعة كانت مرعبة جدا، وبصراحة باسم سمرة كان لايق على الشخصية من الألف للياء، اللي هو مفيش حد تاني ينفع يعمل الدور ده. يعني أنتوا عارفين، انا ساعات بحس مثلا ولاد رزق دول ممكن نغيرهم كلهم ونجيب ممثلين تانيين، لكن انا لما قعدت افكر كده اللي هو مين ممكن نغيره في الشخصيات اللي ظهرت في سلسله الافلام دي، عباس الجن ده ما يتغيرش، هو باسم سمرة. اما الشخصيه التانيه بالنسبه لي اللي كانت برضه من الشخصيات المرعبه المحبوبه جدا زي عباس الجن، هي شخصيه المرشال البرعي في فيلم شمس الزناتي زمان. بصراحه محمود حميد انا بالنسبه لي كانت حاجه كده اللي هو ايه، الشخصيه دي لو اتعملت دلوقتي، بس عارف انت يعملها محمود حميده برضه، يعني ما يعملهاش حد تاني بصراحه يعني. وكتابه الشخصيتين يا جماعه كانت حلوه جدا، اللي هي فكره انها تحببك في الشخص الغلس. انا بكره جدا الكتابه اللي بتخليني اكره الشخص الغلس، انا بحب يعني اتعاطف معاه، احبه، اللي هو عمل كده ازاي، انت فاهم الفكره، اعجب بيه. لكن الشخصيات اللي بتبقى بتظهر كفيلن ويبقى بيغلس على المشاهد شخصيا، ده انا بكرهها. بس كده، لو عندك ممثل تالت تحب تضيفه لهذه القائمه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ونتناقش فيه سوا، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، وما تنساش اللايك. وسلام.